السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في قناتكم قديم وجديد، يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة زي ما أنا كاتبة في عنوان الفيديو، أسرع وأسهل وأشهى وألذ أكلة ممكن تعمليها على الغدا، أو صينية ممكن تعمليها على الغدا وكمان في أي مناسبة أو أي عزومة. صينيتنا هي صينية الفراخ بالخضار المشكل، ويلا بينا نشوف الطريقة. هنجيب معانا الفراخ، اي نوع من الفراخ اللي تحبيه، والصدور او الوراك او زي ما تحبي، وبنتبله معانا بالتتبيلة بتاعتنا دي. طبعا بتكوني غسله الفراخ ونقعاها، بتملحيها ملح بسيط زي ما احنا شفنا، بتحطي عليها التوابل، الكزبرة الناشفة، السبع بهارات، كاري، توم بودر، بصل بودر، وكمون، وورق لورا. طبعا عندك طريقة الفراخ بالتفصيل في فيديو الفراخ لوحده على القناة، ممكن تشوفيه. بنحط التوابل بتاعتنا على الفراخ، وبنحط لها ليمونة تبع كمية الفراخ اللي عندك، وبنقلب التوابل بتاعتنا دي في الفراخ كويس قوي قوي قوي، وبنركنها. ممكن تقعديها يوم كامل او على بيات او اقل حاجة ساعة. بعد كده بنجيب الخضار اللي احنا شايفينها قدامنا دي بقية التتبيلة بتاعة الفراخ او بتاعة الاكل عموما كلها. بنجيب معانا البصل على قد الخضار بتاعنا، طماطم مخلية من البذر، شايلة البذر بتاعها، وعندي توم، وعندي فلفل من جميع الانواع، حار وعادي زي ما انت شايفة معايا كده. ده الخضار ده بعمله على قد الفراخ وعلى قد الاكلة نفسها، الخضار اللي انا هستخدمه دلوقتي. الصينية بتاعتي على قد الصينية بتاعتي بتاع الخضار، بديله ضربة في الخلاط، ما بطحنوش ناعم قوي، وبعدين بحطه على الفراخ بعد ما تكون اتنقعت في التتبيلة الاولانية شوية او على بيات. وبعد كده بحط الخضار بتاعي على الفراخ قبل ما اسويها مع الصينية بتاعتي مدة ربع ساعة، او على ما اجهز صينية الخضار بتاعتي. ببدأ ادعك برضو الفراخ كويس قوي بالخضار بالتتبيلة بكل حاجة، علشان تتشرب من الخلطة دي كلها، وبركنها شوية. ونروح بقى للصينية بتاعتنا. عندنا الخضار كوسة وجزر وبطاطس على قد الكمية اللي انت عايزاها. دي بطاطس من الجديدة يا جماعة، احنا في شهر 11 نزلت البطاطس دي، قلت اجربها معاكم يا رب تطلع سليمة معانا، ما تتهريش في السوا. هنقطعها برضو تخين مع بعض، وهنقطع كل المكونات دوائر زي ما انتوا شايفين حلقات، ونحاول برضو نطخن الحاجات اللي بتستوي بسرعة زي الكوسة والبطاطس والجزر، نرفعه شوية. هنبدأ نحط لصينيتنا شوية توابل كده صغيرين. اولا الملح، هنديلها شوية ملح حلوين كده علشان نضمن التمليحة بتاعتها ما تطلعش دلع معانا. وهنحط لها برضو شوية كزبرة صغيرين، وشوية كمون برضو صغيرين، لان احنا حاطين في الفراخ قبل كده. والفلفل بقى ما حطيناهوش مع الفراخ، فهنحطه هنا ونظبطه مع الصينية بتاعتنا. نحاول يا جماعة بقدر الامكان ان احنا نظبط الملح كويس قوي، علشان الصينية ما تطلعش ناقصة ملح ولا زايدة ملح. وده الفلفل معانا اهو بنحطه، وبنقلب كويس قوي الخضار بالتوابل دي، علشان تاخد كل الخضار ياخد من كل التوابل زي ما احنا شايفين كده. هنجيب الفراخ بقى بالخلطة بتاعتنا اللي عليها، ونروح صبينهم فوق الصينية الخضار. بالمنظر ده، وبنجيب حوالي كوبايتين 3 مية، وبنحط على الخليط بتاعنا.
نحاول نخلي الفراخ بتاعتنا على وش الصينية خالص بحيث ان هي تستوي على بخار الصينية وتتحمر في نفس الوقت. عايزة تدهني وش الفراخ بصلصة او فرشة زيت مفيش مشكلة. عايزة تحطي برضو شوية زيت على الصينية مفيش مشكلة، بس انا بكتفي بالدهون اللي بتنزل من الفراخ وبحطها على اعلى حاجة في الفرن، وفي الرف بحطها تحت خالص الاول لحد ما بتغلي، وبعد كده في نص المدة بطلعها على الرف الوسطاني تكمل سوا وتاخد وش معايا. ولو عوزت ايد الشواية شوية في الاخر بقيت، يعني الاكلة كلها بتاخد كده حوالي ساعة او ساعة الا ربع، وببقى اتابعها برضو في الاخر زي ما اتعودنا، وبتبقى معايا بالمنظر الروعة ده. وبألف هنا وشفا. ما تنسونيش بقى بدعوة حلوة ليا والأولاد بصلاح الحال، ودعموني بلايك وشير واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.